اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم، النهارده هنلخص فيلم درامي على اثاره وتشويق، حاجه كده في الماستر بيس منه. الهاند فري بتاعك الرايق وتركيزك معايا ويلا نبدا. بيبدا الفيلم في ايران وبنشوف نادر اللي بيكون شغال محاسب في بنك، وهو مع مراته واللي بيكون اسمها سيمين واللي بتشتغل مدرسه، وبيكونوا قاعدين قدام قاضي محكمه الاسره، وبنعرف ان سيمين طالبه الطلاق من نادر، وده بسبب انه مش عاوز يسافر معاها الهجره بره ويسيبوا ايران. وبيوضح نادر للقاضي سبب رفض سفره مع مراته، وهو ان ابوه راجل عجوز وكمان مريض بالزهايمر وملوش حد يراعيه غير نادر وسيمين، فطبعا لو سيمين سافرت فمش هيبقى في حد يراعيه غير نادر. لكن نادر بيدي سيمين مطلق الحرية، وبيعرف القاضي انها لو عاوزة تتطلق وتسافر فهو ما عندهوش مشكلة، وفعلا بيتفقوا على كده. بس بتفضل في مشكلة بينهم بيكون صعب الاتفاق عليها، وهي بنتهم ترمى، واللي المفروض علشان تسافر مع امها حتى ولو بعد الطلاق لازم هتحتاج موافقة ابوها للسفر، خصوصا ان ترمى لسه قاصر وعندها 11 سنة. فنادر بيشترط على سيمين لو عاوزة تتطلق وتسافر فالبنت هتفضل معاه ومش هتسافر، وسيمين بتحاول تقنع القاضي يجبره انه يسمح لبنتهم تسافر معاها. وقتها القاضي بينهي معاهم الجلسة على اساس ان نادر هيطلق سيمين بالاتفاق، وحكاية بنتهم تسافر معاهم او لا فده موضوع يتفقوا عليه مع بعض. بعدها بيوقعوا على اوراق الطلاق علشان المحكمة تمشي في الاجراءات، وفي نفس اليوم بيروحوا البيت، وبنشوف سيمين وهي بتجهز شنطة هدومها، وده علشان تروح تعيش في بيت اهلها لغاية ميعاد سفرها. وبيكون عندهم في البيت واحدة ست اسمها راضية، وراضية بيكون معاها سمية بنتها الصغيرة، وبتكون راضية جاية تشتغل عند نادر في البيت على أساس إنها تهتم وتراعي أبوه في الوقت اللي هيكون فيه في الشغل. وبنعرف إن راضية جاية عن طريق سيمين، لأن سيمين تعرف أخت جوز راضية، وهي اللي رشحتها لسيمين علشان تيجي تراعي أبو نادر، لأن سيمين برضه بتحب أبو نادر وعايزة لما تمشي تبقى مطمنة إن في حد هيراعيه مع نادر. أصيلة والله يا أم ترمى. لكن نادر بيختلف مع راضية على أجرتها، فبيقول لها بإن قدامها فرصة لبكرة تفكر وترد عليه، وبيفهمها انها لو وافقت هيسيب لها مفتاح الشقه عند عداد الكهرباء، بحيث انها تيجي الساعه 8 الصبح وتفتح الشقه وتبدا تاخد بالها من ابوه. بعدها راضيه بتاخد سميه وبيمشوا، وتاني يوم الصبح بنلاقي راضيه واخده سميه بنتها وبتروح لشقه نادر، وفعلا بتلاقي المفتاح عند عداد الكهرباء وبتفتح الشقه. وجوه الشقه راضيه بتلاحظ ان ابو نادر عمل حمام على نفسه، ولما ابو نادر بيشوفها بيفضل ينادي على سيمين لانه بيحب سيمين جدا ومتعلق بيها. وقتها راضيه مش بتكون عارفه تتصرف ازاي، لانها مش هينفع تدخله الحمام ويتكشف عليها وتغير له، لان هي ست وكمان غريبه عنه. وقتها بتتصل راضيه بدار الفتوى عندهم وبتسالهم تعمل ايه مع راجل غريب عنها ولكنه كبير في السن وعنده زهايمر ومحتاج انه يغير هدومه ويستحمى، فهل يجوز تعمل كده خصوصا ان مفيش حد موجود غيرها يراعيه. وقتها دار الفتوى بيسمحوا لها تعمل كده لانها مضطره، وفعلا راضيه بتلبس جوانتي وبتغير لابو نادر هدومه. فلما نادر بيخلص شغله وبيرجع البيت بيدخل يطمن على ابوه، وبتكون عندهم في البيت مدرسة ترمى وبتديها درس خصوصي واللي بيكون اسمها قهراي. وقتها بتتكلم راضية مع نادر وبتفاجئه بانها مش هينفع تكمل في الشغل، وده لان مشوارها بعيد وبتركب كذا مواصلة، ده غير ان الاجرة اللي حددها لها قليلة جدا. فنادر بيقول لها ما ينفعش تبلغه فجأة كده انها هتمشي، ولو مشيت دلوقتي مين هيراعي بكرة لابوه، خصوصا ان الوقت متأخر ومش هينفع يلاقي حد غيرها دلوقتي ويتفق معاه علشان يجي مكانها بكرة. فنادر بيحس ان راضية عايزة تقول له حاجة ولكنها محرجة، فبيطلب منها يتكلموا في المطبخ، وده لانه لاحظ ان قهرايسة معاهم. فبيروح نادر على المطبخ وبيسبقها، وراضية بتروح تقف مع قهراي في الصالة. فقهراي بتحس ان راضية تعبانة، وقتها بتقول لها راضية سبب تعبها انها حامل في الشهر الخامس. بعدها بنشوف نادر وراضية بيكملوا كلامهم لوحدهم في المطبخ، فراضية بتقول له انها اضطرت تغير لابوه وتحميه لانه كان عامل حمام على نفسه، وده طبعا ما ينفعش لانه محرم عليها، فهو كده محتاج راجل يرعاه مش ست. وقتها نادر بيعتذر لراضية ومش بيقدر يعترض على قرارها وبيديها أجرة اليوم اللي اشتغلته. بعدها راضية بتاخد سمية وبيمشوا، لكن بمجرد ما بتخرج من باب الشقة بترجع تخبط على نادر تاني وبتقول له هل في مانع لو صمدي جوزها جه يشتغل هنا مكانها في رعاية أبوه. فبيقول لها نادر إنه ما عندوش مشكلة، وبيطلب منها تعرف جوزها بالموضوع وهو هيستناه بكرة. وتاني يوم صمدي جوز راضية بيروح يقابل نادر في البنك اللي بيشتغل فيه، وبيتفق معاه على تفاصيل الشغل ورعاية أبوه، وإنه هيكون
بيكون موجود من بكرة الساعة 8 الصبح. وتاني يوم الصبح بيكون نادر مستني صمدي يجي يستلم الشغل، فبيتفاجئ وقتها ان اللي بيخبط على الباب هي راضية مش صمدي. فنادر بيستغرب جدا لان المفروض ان جوزها صمدي هو اللي هيجي يشتغل. فراضية بتعتذر له انه ما قدرش يجي لان امبارح الشرطة قبضت عليه، وده لان صمدي مديون لواحد بفلوس ومش قادر يسددها لانه عاطل عن العمل. فبيفهم نادر من كلامها ان ظروفهم المادية صعبة جدا، وبتقول له راضية انها مستعدة ان هي اللي تشتغل النهارده مؤقتا لغاية ما صمدي يجي مكانها. فبيوافق نادر وبيسيبها وبينزل على شغله. وبيعدي اليوم وبتخلص راضية شغلها وبتروح هي وسمية بنتها. واثناء ما هم راكبين الاتوبيس بتكون راضية واقفة لان مفيش كراسي فاضية، وفجأة بتدوخ وكانت هتقع. وتاني يوم راضية بتروح الشغل في بيت نادر ولكن بتوصل متأخرة. وقتها جارة نادر واللي بيكون اسمها كيلاني بتسألها عن سبب تأخيرها، وبتعرفها ان ابو نادر قاعد لوحده كل ده ومحدش معاه. فراضية بتعتذر لها وبتعرفها انها تعبانة، وبتحكي لها راضية انها امبارح كانت هتقع من على سلم بيتها وهي خارجة. بعدها بتدخل راضية وسمية شقة نادر، وبنروح لنادر اللي بعد ما بيخلص شغله بيعدي بالعربية على مدرسة ترمى علشان يرجعوا على البيت مع بعض. فلما بيوصلوا البيت بيخبطوا على باب الشقة لكن محدش بيفتح لهم، وده معناه ان لا راضية ولا بنتها سمية جوه في الشقة. فبيقلق نادر وبيجيب مفتاح البيت الاحتياطي وبيفتح الشقة، وبيتفاجئ نادر لما بيلاقي ابوه واقع على الارض ومغمى عليه وبتكون ايده مربوطة في السرير. فبيتغاظ نادر جدا لان راضية عملت كده في ابوه ونزلت. فبيحاول يسعفه وبيطمن عليه انه لسه بيتنفس. ولما بترجع راضية البيت هي وسمية نادر بيتخانق معاها وبيقول لها ازاي تربط ابوه وتسيبه لوحده كده، وبيقول لها انه واضح انها بتعمل كده كل يوم. فبتفضل راضية تعيط وبتفضل تترجاه يسيبها في الشغل لانها محتاجة الفلوس، لكن نادر بيصمم انه يطردها وبياخد منها المفاتيح وبيخرجها بره البيت. وقتها راضية بتفضل تدعي على نادر فبيزقها زقة بسيطة وبيقفل الباب في وشها. وبعد ثواني بيسمعوا صوتها وهي بتقع على السلم، فبيفتحوا الباب وبيلاقوا ان راضية فعلا واقعة على السلم، وجارتهم كيلاني بتكون شافتها وهي واقعة. وتاني يوم بيروح نادر وترمى لبيت اهل سمين. وقتها سمين بتسأله عن اللي عمله في راضية وهل فعلا ضربها ووقعها من على السلم. فنادر بينكر انه عمل كده. وقتها سمين بتعرفه ان اخت جوز راضية اتصلت بيها وبلغتها ان نادر ضرب راضية وزقها من على السلم وهي في المستشفى دلوقتي. فنادر بيقول لها انه هو زقها زقة بسيطة بس، وبيعرفها انه عمل كده علشان اللي عملته في ابوه. وبعدها بيقرروا انهم يروحوا المستشفى علشان يطمنوا على راضية. وفي المستشفى بيعرفوا ان راضية عملوا لها عملية اجهاض والجنين اللي في بطنها مات. فبيتضايقوا جدا على اللي حصل لها. وبعدها بيقابلوا صمدي واخته، ولما نادر بيحاول يشرح له اللي حصل بالظبط بيغضب صمدي جدا وبيتخانق مع نادر وبيحاول يضربه. وصمدي بيهدد نادر انه مش هيسيب حق ابنه اللي مات على ايده. وبنعرف بعدها ان صمدي صعد الموضوع واشتكى نادر في المحكمة، وبيتم استدعاء نادر للمحكمة. وقتها القاضي بيقول لنادر انه متهم بقتل انسان، وده لان الجنين كان عنده 19 اسبوع، وده في القانون الايراني يعتبر انسان كامل. لكن نادر بيقول له بانه ما كانش قاصد يزقها، وكل الحكاية انه زقها زقة بسيطة علشان كان عاوز يقفل باب الشقة. وبيأكد نادر بانه ما كانش يعرف انها حامل اصلا، لانها ببساطة لو كانت حامل ما كانش هيشغلها عنده. ده غير ان هدومها واسعة جدا فمش باين عليها الحمل. وطبعا راضية بتكون عاوزة تثبت التهمة على نادر علشان يتحاكم. وقتها نادر بيدافع عن نفسه وبيقول للقاضي ان السبب اللي خلاه يغضب منها ويزقها هو ان راضية كانت شغالة عنده علشان تراعي ابوه، وانه كان مستأمنها على ابوه المريض. ولما رجع البيت لقاها رابطة ابوه في السرير وسايباه لوحده. وبيقول له كمان انه لقى ابوه بين الحياة والموت، واي حد مكانه لو شاف ابوه بالشكل ده اكيد هيتعصب. وعلى الناحية التانية راضية بتعترف انها ربطت الراجل فعلا بس لما كان نايم، ونزلت علشان كانت رايحة للدكتور تعمل اشعة. وبتصمم راضية على ان نادر كان عارف انها حامل لانها جابت سيرة الحمل مع قهراي مدرسة بنته في البيت. فنادر بيأكد لهم بانه وقتها كان في المطبخ وما سمعش اي حاجة من كلامها مع قهراي. فالقاضي بيثبت في القضية طلب حضور قهراي علشان تشهد باللي حصل. والقاضي بيقرر يحول الدعوتين للقضاء علشان يفصل فيهم، واللي هم تهمة نادر في قتل الجنين وتهمة راضية في ربطها لأبو نادر وإنها سابته في البيت ونزلت. بعدها القاضي بيقول لنادر بإنه لازم يدفع كفالة وإلا هيتحبس، وده لأنه على ذمة قضية قتل خطأ وبتكون الكفالة كبيرة جدا فمش بيقدر نادر يوفرها. وبينهي القاضي الجلسة وبياخدوا نادر على الحبس. وطبعا سمين ما سابتش أبو نادر لوحده وأخدته هو وترمى على بيت أهلها. وتاني يوم في المحكمة بتروح قهراي علشان تشهد، وبتقول إن يوم ما راضية قالت لها إنها حامل نادر ما كانش واقف معاهم أصلا. وبتأكد قهراي إن نادر ما سمعش المعلومة دي خالص. فبيتضايق صمدي جدا وبيحس إنهم متفقين مع قهراي علشان تقول كده، وعلشان هم فقراء فمحدش واقف جنبهم
وبنعرف ان سيمين دفعت الكفالة لنادر علشان يخرج من الحبس. بعدها نادر بيروح عند بيت اهل سيمين علشان يرجع ابوه معاه للبيت، واثناء ما هم في الطريق ترمة بتسأل ابوها اذا كان عارف بحمل راضية وقت ما زقها، فنادر بيأكد لها بانه ما كانش يعرف فعلا. وتاني يوم بتبعت المحكمة ضباط شرطة لبيت نادر، وصمدي وراضية بيكونوا حاضرين، وده علشان راضية تمثل لهم الحادثة وتوريهم ازاي نادر زقها ووقعت. فبيلاحظوا الضباط بان باب شقة نادر بعيد عن السلم اللي راضية وقعت عليه، ولو كانت فعلا وقعت من زقة نادر كانت هتخبط في ترابزين السلم لانه الاقرب ليها ومش هتقع على السلم. وكمان جارتهم كيلاني بتشهد بانها ما شافتش راضية بتقع، ولكنها شافتها على السلم واقعة بالفعل، وبكده بتكون كيلاني ما حضرتش المشهد من اوله. وقتها بتقول كيلاني بان راضية قالت لها قبل كده انها داخت وكانت هتقع من على سلم بيتها، فممكن ساعتها وقعت بسبب الدوخة مش بسبب زقة نادر ليها. وطبعا كل الكلام ده بيكون في صالح نادر، وعلشان صمدي طول الوقت عنده احساس بالحقد الطبقي بيلاحظ ان حقهم بيضيع، وان الشرطة والجيران والشهود كلهم في صف نادر. وفي يوم بيكون نادر قاعد مع ترمة بيذاكر لها، فبتسأله ترمة مرة تانية اذا كان عارف ان راضية حامل ولا لا، وهنا بيعترف لها نادر انه فعلا كان عارف لكنه اضطر يكذب، لانه لو كان قال انه عارف فهيتحكم عليه ب3 سنين سجن، ولو اتسجن محدش هيراعي ابوه. وبيأكد لترمة انه وقت ما كان غضبان وزقها كان ناسي تماما حكاية انها حامل. وبعد يومين بيجي استدعاء من القاضي لترمة بنت نادر، وده علشان تشهد اذا كان ابوها عارف ان راضية كانت حامل ولا لا. وقتها بتخاف ترمة على ابوها، فبتشهد بالباطل قدام المحكمة، وبتقول بان ابوها ما كانش فعلا يعرف ان راضية حامل. وطبعا ترمة بتكون متضايقة جدا لانها خلفت ضميرها، ولكن برضه مش هينفع تسيب ابوها يتسجن. وبتروح سيمين تقابل صمدي واخته، وبتحاول تقنعهم ان طريق المحاكم طويل وابنه مات خلاص، فالاولى بانه يشوف عاوز تعويض مالي قد ايه ويتنازل عن القضية ويستفيد بالفلوس، خصوصا ان حالتهم المادية صعبة جدا. في الاول صمدي بيرفض عرض سيمين بكل كبرياء، لكن واحد زميله بيقدر يقنعه فبيغير رأيه وبيوافق ياخد التعويض من سيمين ويتنازل عن القضية. بعدها سيمين بتعرف نادر بالعرض اللي عرضته على صمدي بانهم يدوله تعويض ويتنازل عن القضية، فبيتضايق نادر وبيقول لها ازاي تتصرف كده، لان ده هيبقى اعتراف غير شفوي من نادر بانه كان عارف ان راضية حامل وزقها وكده التهمة هتلبسه. وبيرفض نادر ان سيمين تدي تعويض لصمدي. وقتها بتتضايق ترمة من ابوها لانه مش عاوز يخلص الموضوع زي ما امها قالت، وبتقرر تسيب البيت وتروح مع مامتها. وقتها نادر بيقول لترمة انه مستعد يعترف انه كان عارف بحمل راضية لو ده هيريحها، ومستعد كمان يروح يتفق مع صمدي على التعويض. فترمة بتسكت وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم راضية بتروح لسيمين شغلها وبتعترف لها ان اجهاض حملها ما كانش بسبب زقة نادر ليها، وانها اجهضت بسبب ان عربية خبطتها قبلها بيوم، والسر ده محدش يعرفه حتى صمدي جوزها. وقتها سيمين بتسألها عن سبب اتهامها لنادر بانه هو اللي تسبب في اجهاضها، فراضية بتفهمها انها اضطرت تعمل كده علشان يكسبوا القضية وياخدوا تعويض من نادر. وفي اخر كلامهم بتطلب راضية من سيمين ما يدفعوش التعويض لصمدي لانها مش عاوزة يدخل بيتها فلوس حرام، وان ضميرها صحي وندمانة على اللي عملته. وراضية مش بتكون ناوية تقول لصمدي الحقيقة، واعتمدت ان نادر وسيمين يلغوا حوار التعويض وخلاص، والمحكمة كده كده في النهاية هتبرأ نادر. لكن اللي بيحصل عكس كده، وبنشوف نادر وسيمين بيروحوا لصمدي وراضية البيت وبيتفقوا على التعويض المادي، لكن نادر بيكون عنده شرط، وهو ان راضية تحلف الاول ان هو السبب في وفاة الجنين اللي كان في بطنها. فراضية بترفض وبتسيبهم وبتدخل المطبخ. وقتها صمدي بيروح وراها وبيسألها عن سبب رفضها، فبتقول له راضية ان الفلوس دي هتبقى حرام، وبتعرفه ان سبب الاجهاض كانت خبطة عربية وان نادر ملهوش ذنب، وانها مش هتقدر تحلف كذب وتاخد فلوس حرام. وقتها صمدي بيطلع واطي جدا وبيطلب منها تحلف كذب عادي، وبيقول لها ان هو اللي هيشيل ذنب حلفانها، لكن برضه راضية بترفض. وقتها صمدي من غضبه بيفضل يضرب في نفسه وبيخرج وبيسيبهم، وبيكون نادر كده ضميره ارتاح، وبتبوظ عليهم صفقة التعويض لان خلاص الحقيقة اتعرفت. وبعد كام يوم في محكمة الأسرة بيطلب القاضي من ترمة انها تختار يا ابوها يا امها علشان تعيش معاه بعد الطلاق، فبتتحرج ترمة انها تختار حد فيهم وهم موجودين قدامها. وقتها القاضي بيخرجهم بره، وده علشان يخلي ترمة تتكلم براحتها. وبكده بيخلص فيلم النهارده. لو وصلت معانا لهنا والله عيب جدا ان ما تكونش عامل اشتراك للقناة ولا لايك للفيديو ده. اشوفكم بخير.